صباح الخير. يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض البيتي فور الناعم الدايب. قبل ما نقول بقى الوصفة، يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ولايك للفيديو لو عجبه. المقادير بالكوبايات: 3.5 كوب دقيق، ونص كوباية نشا، وكوبايتين زبدة، وكوباية سكر بودرة، ربع معلقة بيكنج بودر، وبيضتين، ومعلقتين كاكاو خام. والمقادير بالجرامات. 400 جرام زبدة، و160 جرام سكر بودرة. ودي المقادير بالجرامات. هنجيب بولة بقى حطينا فيها سكر البودرة اللي هي كوباية سكر بودرة، وحطينا عليها 400 جرام زبدة، ونبتدي نقلبهم بالسباتشولا كده لغاية ما يندمجوا، وبعد كده نضربهم بالمضرب لغاية ما يندمجوا مع بعض ويبقى لونه فاتح. تبقى الزبدة بقى تندمج مع السكر ويبقى مكون كده كريمي خالص، لونه فاتح ودايب خالص. نضرب كل ما نبتدي نضرب شوية اللون يفتحها أكتر وينعم أكتر، السكر يتداخل مع الزبدة وينعم ويبقى لونه فاتح بالشكل ده. هو خلاص ناعم خالص خالص. وحطيت البيض برضو، البيضتين، وعليهم طبعا الفانيليا، وبقلب بالسباتشولا شوية، وبعد كده بعمل بالمضرب تاني. كله هيتداخل مع بعضه. جبت بقى بولة كبيرة بصراحة لأن دي كانت ضيقة ومش مريحة خالص. جبت بولة كبيرة وحطيت فيها الخليط، السكر اللي مضروب بالسمنة أو الزبدة يعني، والبيضتين. ابتديت بقى، جبت نص كوباية النشا على 3.5 كوباية دقيق، وحطيت عليهم ربع معلقة بيكنج باودر ورشة ملح، وابتديت أضيفه على الزبدة اللي أنا ضربتها مع السكر، وأقلب. خلاص أنا مش هحط المضرب هنا خالص في المرحلة دي. بقلب بالسباتشولا لغاية ما كله يتلم مع بعض. أنا مش هعجن، أنا يدوب بدخل الدقيق في الخليط لغاية ما يتلم معايا بالشكل ده ويتكون عجينة طرية وما بتلزقش. وهاخد منها قطعة بقى أحط عليها الكاكاو عشان يبقى عندي جزء بني وجزء أبيض. حطيت بقى جبت الكاكاو هنخله، فنخلته ودمجته، وبقت عندنا عجينة جميلة ناعمة طرية أقدر أشكلها بكل سهولة وما بتلزقش طبعا، عشان أقدر أعملها. إما هعملها بالمكنة أو هعملها بالقمع أو بحاجات كتير. أنا هنا عندي المكنة، فابتديت حطيت فيها جزء، وابتديت خدت الأول الشكل ده. بكل بساطة بتتعمل. هنعرف في آخر الفيديو أنا لو ما عنديش مكنة ممكن أعمل إيه. ببتدي بقى أعمل الأشكال كلها لغاية ما أخلص اللي عندي كله. المكنة دي يا جماعة جميلة جدا، يعني في ناس كتير بتسأل دي كويسة ولا لأ. هي حلوة، أنا شغالة بيها من كذا سنة. في ملاحظة كمان إن أنا لما بعمل صينية بني بحط معاها واحدتين أبيض عشان في التسوية أعرف النتيجة، لأن البني ما بيبقاش باين بيتسوى ولا لسه يعني خد لون ولا ما خدش، فبحط معاها واحدتين من الأبيض. بجيب بقى كده ممكن بالشكل ده، بجيب بدورها كده بإيدي وأعمل بالشوكة. دي المنظر ده أنا بحبه جدا. ممكن أعمل بقى أدور كده كذا واحدة مع بعض، بني مع أبيض، وتطلع زي الوردة مدورة بالشكل ده. وانا عملت وردة من غير مكنة اهو على ايدي بمنتهى البساطة. حطيت واحدة في النص بيضة والباقي حواليها بني بالشكل ده. بتطلع جميلة جدا جدا. ممكن اعمل افكار كتيرة جدا من غير المكنة. وبالقمع بقى، القمع ده على فكرة لطيف جدا وبيطلع المنظر ده جميل قوي، وانا اصلا بحبه جدا. القمع ده في الاستعمال سهل، ولو مفيش يعني مكنة. بالنسبة للتسوية، مش بياخد وقت في الفرن البيتي فور خالص. النواعم اللي هي البيتي فور والسابليه والبسكوت مش بتاخد وقت في الفرن. بتقعد في الرف الأوسط، بتقعد في الفرن حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة على نار متوسطة مش عالية. وزي ما انتوا شايفين هو مش واخد لون من فوق، هو واخد لون من تحت بسيط ومستوي طبعا. واخد السوا المظبوط بتاعه. معايا بقى شوكولاتة ومربى وفارماسيل وجوز هند. المربى نوعين. الشوكولاتة ديت طبعا أنا سيحتها في الميكرويف
او على حمام ميه، مش متضاف لها اي حاجه. الشوكولاته اللي هنزين بيها البيتي فور بالذات مش بيتضاف ليها اي حاجه. لو اتضافت ليها لبن او زبده او اي حاجه هتفضل سايحه. لكن احنا عايزينه يبقى متماسك ونقدر نمسكه بعد كده في التقديم يعني. بخلص بقى كمية البيتي فور اللي معايا، وبيبقى معانا أحلى بيتي فور معمول في البيت بمقادير مظبوطة جدا، بالكوبايات وبالجرامات، مقادير مظبوطة ومتجربة، مقادير ناجحة جدا. وكده خلصنا البيتي فور بتاع النهاردة والوصفة بتاعت النهاردة. ما تنسوش تعملوا اشتراك